سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم. الحليب كما شفتوا درتو في الجليت، درتهم في اناء رابلي على كيما الرايب اللي وريته لكم سبق في فيديو سابق تسيبوه في القناه. دوكا فرغته في اناء في قدر عريض ودرتو على النار يغلي. كي بدا يغلي كما راكم تشوفوا رايب يتسمى ما يغليش، ما يفيرش، شوفوا يتكتل. نخليه يتكتل مليح مليح، نتحصل على كتله واحده، نصفيه في صفايه رقيقه بشاش فيها شاش يتقطع ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا بعد ما برد لي شويه الجبن تاعي اللي غليته، الرقص ديال الرايب هذاك اللي درتو يغلي برد لي، دوكا نصفيه. انا نصفيه كامل بهذه الطريقه. قلنا المصله تاعو هذاك الماء اللي راهو يهبط من تحت نسحقو، قلنا نخدموا به معجنات لي سوفلي بيتزا كسره، حتى الكسره نديرها بها هنايا، يعني ما نرميهش، انا نصفيه هكايا. هذا التفل نخدم به الجبن تاعي، جبن ولا فخوماج، تجيبيه الجبن وتجيبيه الفخوماج، تجيبيه الفخوماج روج. هذا هو الاساس، هذا هو اساس لي فخوماج. منو تخرجي عده انواع تاع لي فخوماج. انا نكمل نصفيه هكا، ما نكثرش عليكم بزاف الهضره، نكمل نصفيه ونجو في لي زيتاب الاخرين باش نعصروه مليح، يتنحى الماء كامل، نعصروه هكا نضغطوا عليه يهبط الماء كامل تحت كما راكم تشوفوا. دوكا واش نسحقوا زبده، نسحقوا ثوم، نسحقوا زيت، نسحقوا ملح، نسحقوا فلفل كحل. هذا واش نسحق فيه، يعني دوكا انا ندرس هذيك الثوم بالملح، ندرسها باش تولي لي رطبه على جال الميكسور تاعي. الميكسور تاعي شويه ضعيف، مانيش حابه نديرها هكاك، مانيش حابه تبقى لي شلايخ. ندرسها كما راكم تشوفوا. دوكا نحطو في الميكسور تاعي، نفرغو كامل في الميكسور تاعي ونرجع كما راكم تشوفوا. بعد ما درتو هنا في الميكسور تاعي، او يبان لي بزاف بصح مانيش عارفه لا يرفدهولي، موالفه ندير كميه اقل من هكا. دوكا كان نديرو نميكسيه بهذه الطريقه، نميكسي هكا، نضيف له غير شويه زيت والملح اللي دايرته هنا مع الثوم مدروس. نقسم الكميه تاعي ندير نص هكا، نكمل معكم ايتاب باغ ايتاب خير من اللي نحكي لكم برك. كما راكم تشوفوا انا رحيته بصح ما ضفتلوش الزيت، هنا مازال ما ضفتش الزيت، ضفت له غير شويه مصل الحليب هذاك اللي صفيناه منه، واحد زوج مغارف ولا ثلاثه كما راكم تشوفوا. ميكسيتو. دوكا نزيدوا له واحد زوج مغارف زيت، زدتها قدامكم الزيت. نزيدوا له هذيك الثوم، نزيدوا له هذه الثوم والملح، نزيدوا له شويه فلفل كحل، شويه فلفل كحل. اللي حاب يديرو ابيض حتى لهنا يزيد له غير الزبده ويميكسيه ويديرو في قالب مدهون بالزيت باش يدي لك الشكل تاع القالب هذاك، ولا ديريه في علبه تاع اللي حتكونسومي منها ديريك مباشره. واللي حب يقسمو ولا يديرو بالمعدنوس يديرو بالمعدنوس. انا يا دوك نكمل نرحيه هكايا، وما كنقسمو على اثنين، نص نخليه لكم باش تشوفوه ونص نديرو بالمعدنوس. يعني ضفت الثوم، نضيفو دوكا الزبده، خاصتني زبده دوك نزيد لازم واحد 50 غرام ولا حتى 100 غرام زبده على حسب الذوق اللي تحبيه. يعني انا نضيف له شويه فلفل كحل كما راكم تشوفوا، نضيف له شويه فلفل كحل، ونزيد نضيف له حوالي 21 غرام زبده هكاك. الكميه اللي درتها الاولى ما كفاتنيش، نزيدو نديرو هذه الكميه، نميكسيه مليح مليح ونعاود نرجع لكم. بعد ما ميكسيتو مليح كما راكم تشوفوا، انا حكمت هذه علبه تاع لا كريم عادي، دهنتها بالزيت، دهنتها مليح بالزيت. نفرغ الخليط الاول هذا نحطو فيها، ولا تحبي ديريها في علبه، اي علبه اللي حبيتيها، ولا لي مول سيليكون يخرج لك، بالمول سيليكون يخرج لك روعه، يعني يخرجوا لك قوالب شابين تشبحي بهم سلطات تاوعك.
تعتمديه لرمضان ان شاء الله تشبحي به السلطات تاعك يجي ولا اروع. انا نخليها تبرد بوكاتيك ونكمل نميكسي الكميه اللي بقات لي بالمعدنوس. ماشي هي هذه كامل الكميه هذه راكم في الاخر، هذه كامل ميكسيتها، هذه نخليها هكايا كما كنتم تشوفوا فيه يبان جاري، بصح دوك نديروه في الثلاجه يشد روحو يولي لي يسرطب. خليه هكا. دوكا هذه الكميه نديروها المعدنوس، نعاود نرجعها في الميكسور بعد ما نفرغ هذه في علبه واحده اخرى نميكسيها ونرجع معاكم. كما راكم تشوفوا دهنت هذا الاناء ثاني، دهنت علبه واحده اخرى. نديرو طبق، حنديرو لكم هنايا بطبقه بطبقه، يعني حندي طبقه من الابيض اللي ما فيه غير ثوم وحدها وزبده هكذا، نخليها تبرد تشد روحها وحنوريكم يعني تدبيرات بزاف هكا. شوفوا ديروا له هكا، خلوها تبرد ونروحوا نجيبوه هذاك اللي طحناه بالمعدنوس كما راكم تشوفوا. سقموها مليح مليح باش تجي عندنا الطبقه مستويه. كي نشوفوها كي نقلبوها نشوفوها شكلها يكون شباب كما راكم تشوفوا معايا. يعني كي نميلها تعاود تميل، يعني ماهيش بارده مليح. خليها انا هكا تشد روحها ونوريكم تدبيرها. يعني نديروه يبرد كما انا حطيته هنايا وخليته يبرد، فرغته باش نستعمل الميكسور. تقدري هكا تخليه يبرد ومن بعد تمسحي يديك بالزيت كي يبرد يشد روحو. انا مازال ما شدش روحو، يعني حنستعملو في كيما راني حنوريكم. تقدري تكوريه هكايا هكذايا كويرات يكون شد روحو. شوفوا دوكا مازال ما شدش روحو، ها هي مليحه. نكوروه كويرات هكا ونحطوه في علبه نزينو به السلطه تاعنا. يعني عده تدابير، كل واحد تحطي له وحده قدام الشلاضه تاعو، ولا حتى في البيتزا ولا المليصالي ولا تصيريه، يعني يستعمل بعده وصفات. دوكا جبنا هذا الاخضر اللي درنا له معدنوس كما راكم تشوفوا، نديرو طبقه فوقه. هذا شتو مازال ما شدش روحو، مش كيما الابيض بعد ما خليناه يريح شويه شد روحو شويه، ماشي كيما هذا كما راكم تشوفوا هكذا. خليها تبرد شويه ومن بعد نزيد فوقها طبقه بيضاء تحصلوا كما راكم تشوفوا على عده طبقات. كما راكم تشوفوا نسويه كامل الوجه تاعو ونديروه في الثلاجه. قلنا دهناهم بالزيت القوالب كامل، لا لازم دهنوهم بالزيت. اللي تحب تقلبوا اللي تكون معوله ما تقلبوش تستعملوا بالمغرفه، يعني معليش فرغيه في اي علبه تحبي. انا واش نحب انا نوريه لكم مقلوب. انا دائما نديرو مقلوب في السلطه تاعي نشبح به كي نستعملو. دوك انا هكا نغطيه بابي فيلم اون كونتاكت هكا مباشر باش نديرو باش ما يدير لكمش القشره، لازم يتغطى. لازم هكذا كما راكم تشوفوا هكا يتغطى. هكا يتغطى كامل ونديروه في الثلاجه هكايا. نديروه في الثلاجه كي يبرد نرجع لكم نوريكم في صحن التقديم. وشاهدكم في الجنه شاهدكم شهيه طيبه، ونتمنى تنال اعجابكم الوصفه. وما تنساوناش كما عويدكم جيم وتعليق هادف. بعد ما وجد لي الجبن كما راكم تشوفوا بات في الفريجيدير برد، وكنحيلو الكيس البلاستيكي تاعو اللي درته له كما راكم تشوفوا ونقلبوا معكم مباشره على الشلاضه. كما راكم تشوفوا قلت لكم انايا نستعملوا على الشلاضه هكايا. نقلبونا كما راكم تشوفوا قلبته ما شاء الله عليه. هذايا اللي كان في الاناء الاخضر هذاك الابيض بلوتو هو قصدي الجبن الاخضر كما راكم تشوفوا. تحبي تخليه في العلبه وتجبديه بالمغرفه ماهوش اشكال. تحبي كيما هكايا تقلبيه شوفي النتيجه تحصلي عليها ما شاء الله شكلا ما شاء الله، ويتقسم بكل سهوله كما راكم تشوفوا. شتي النتيجه ما شاء الله. تقسميه مثلثات تزيني به السلطات كما قلنا
كل واحد وتحطي له القطعه تاعو. شوفي النتيجه تحصلي عليها ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير وتفرحوني بلي استفدتوا بالمعلومه اللي عندي، وندير لكم به عده اجبان اخرى. ملاحظه هنايا اللي ما تحبش دير الثوم وفلفل الكحل يعني ما كان لها دير تستعمل غير الزبده وشويه زيت والملح. هذا ما كان تحصلي على الجبن ما شاء الله بنين 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 بنين، ما نحكي لكمش ولا اروع. مع السلطه وحده يعني تاكليه وحده مع سلطه يعني يكفيك، مع زوج حبيبات بيض مغليين وانت تحصلتي على وجبه غذائيه صحيه مغذيه. بالصحه والراحه، دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.